السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله يا رب عيد سعيد عليكم. ابتدينا بقى شغل العيد، بتشوفور كحك غريبة بسكوت. هنعملوا لكم ان شاء الله احلى حاجة كده، نواعم العيد كلها. هتعجبكم جدا. انا النهاردة ابتديت بالبتشوفور. يلا بينا نشوفوا احنا عملنا ايه. شايفين البيتيفور الجميل ده؟ خفيف وهش في منتهى الروعة، وريحته كانت قلب العمارة بصراحة. يلا بينا ندخلوا جوه الفيديو وشوفوا انا عملت ايه. دي زبدة كده بقري. احنا بنجيبها كده من الفلاحين اللي هم بيبقوا قاعدين في السوق كده. هي بتدهنا في كيس كده. هنعاير منها بقى بالكوبايات كده، وهقول لكم المقادير بالظبط. إيه النص كيلو طلعوا كوبايتين من المج ده، وطلعوا قصدي 3 كوبايات الا ربع من المج ده، المج بتاعنا العادي ده. انا عايرت كوبايتين منهم مليانين، والباقي طلع كده يعني كوباية كده، فيعني يعتبروا كده 3 كوبايات الا ربع، النص كيلو بالظبط. لو انت عايزة تخلطي سمنة على زبدة عادي اخلطي. هما يعني حطيت كمان 50 جرام زيادة، علشان انتوا عارفين ان البيجي فور بيحب سمنة يعني حلوة كده معقولة. فانا حطيت كده، ده المقدار ده على كيلو دقيق. كيلو دقيق عليه اهو نص كيلو سمنة و50 جرام، يعني ال3 كوبايات الا ربع اللي حطيناهم. وهنحط عليهم كوباية سكر بودرة. عايزة بقى تضربيهم بإيدك اضربي، ربنا يديك العافية. عايزة لو عندك مضرب بالكهرباء اعملي. طبعا أنا عشان عندي عجين يعني هنعمله كده بسرعة. الأول هنضرب السمنة والسكر بقى مع بعض ونبتدي. طبعا أنا بضاعف الكمية، فأنا هنا هعمل كيلو ونص دقيق. هنحطه بقى هنا كده وهننخلوه. انا بقول لكم وانا شغاله بقول لكم المقدار بالكيلو. بس انا بضاعف، يعني عايزه اعمل كيلو ونص، عايزه اعمل 2، عايزه اعمل 3. بضاعف انا بقى مع نفسي. انا نخلت الدقيق اهو، هحط له رشه ملح كده صغيره. طبعا رشه الملح دي علشان لو الدقيق بتاعك فيه اي رطوبه بيشيلها يعني. بصوا اتضربت وبقت ناعمه اهي. هنحط بقى عليها ايه 3 صفارات بيض. بلاش تحطي البيضه كامله، بيدي كده نعومة اكتر للبيتيفور او السابليه. لازم تحطي له، حتى الغريبة لما بعملها بحط لها صفارة بيضة واحدة بس. فاحنا طبعا هنا هنحط بيضة بيضة عشان ما يخرصش معاكي. بسم الله. هي طبعا البيض ده ما تنسوش تحطوا له فانيليا. خلاص كده البيض اتضرب، والبيض طبعا انا مطلعاه من التلاجة من امبارح. لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. تجيبيه من السوبر ماركت تعمليه على طول. لو هو بايت عندك في التلاجة لازم تطلعيه من قبلها بيوم. بصوا بقى في حاجة حلوة كده انا بحبها. دي كده حبة لبن بودرة. دول 3 معالق لبن بودرة، وانا حاطه لهم 3 معالق ميه علشان يبقى تخين وتقيل، مش لبن حليب لا. ماشي هنحطهم بقى كده. انا مش عارفه هو باين معاكم ولا لا، لان انا بصور بايد واحده بصراحه وبشتغل بايد اهو عشان يبقى تقيل كده شبه اللبن المكثف. ده بيخليه حلو قوي. حطوه بقى هنا بسم الله، وهنكمله بقى ضرب. انا كده فضيت ال السمنه والسكر واللبن والبيض، كل حاجه حطينا هنا، والفانيليا طبعا. وهنحط بقى الدقيق واحده واحده بالتدريج. انا كان ممكن اعمله في العجين واحط له الكف، بس هو العجين طبعا الدرق بتاعه صغير،
يعني يا دوبك ياخد كيلو دول اكتر. وهنقلبوه بقى كده بخفه. طبعا الحاجه دي زي ما انت فاهمه ان هي ما بتاخدش بوكسات، انت مش بتعملي فطيره يعني. ما تديش كده بوكس للعجين، لا، الحاجات دي كلها بتتعجن كده بخفه الايد كده بسباتشلا كده سيليكون، او بخفه صوابعك كده عشان ما تكتميش معاكي الدقيق ويطلع منك الحاجه معضمه كده وناشفه. احنا عايزينها ناعمه كده وحلوه يعني. وزي ما انت عايزه بقى ايه، تعملي ببلبله، تعملي بمكنه بتشيفور. العجينه خلاص انا عجنتها اهو. بصوا زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. بصوا جميله جدا اهي. على فكره انا في اول الفيديو قلت لكم الكيلو دقيق عليه نص كيلو 50 جرام سمنه. لا معلش، انا كنت بقول مقادير الكحك. لا هي مش كده، هو كيلو الدقيق عليه كيلو الا ربع سمنه، معلش. شوفوا الفيديوهات للاخر عشان ساعات انا بتلخبط، معلش. دي كده شويه معلقتين شوكولاته خام اللي هي الكاكاو الخام. وانا حاطه لها 4 معالق لبن دافيين علشان هنعمل حبه كده بالشوكولاته. هنقسم بقى العجينه كده، نحط حبه هنا شوكولاته اهي. بقت زي ما انتوا شايفين كده اهو. وده القمع بقى اللي انا متعوده اعمل بيه كل سنه. وده الكيس بتاعه، بس انا بصراحه مش بفضل احطه في الكيس ده، انا بحب اعمله بايدي كده. ودي صينيه مش هنحط فيها اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. هنحط بقى كده، بصوا واحده واحده كده. انا احب اعمله بايدي كده واحده واحده. نازله طريه وناعمه اهي، جميله وشغاله مية مية. عايزه اقول لكم لو انتوا اول مره بتشوفوني، طبقوا المقادير دي وطبقوا البيتيفور وهيطلع منك زي الفل. انت بس اعملي المقادير مظبوطه واعملي الطريقه مظبوطه، هيطلع منك زي الفل ان شاء الله. هكمل بقى واوريكم الصينيه في الاخر. اهو بقى بالشكل ده كده، وانا هكمل بقى. تقدري تعملي بقى كده طويل، تقدري تعملي قلب، تقدري تعملي نجوم كده، روزتات كده صغيره. انا طبعا مشغله الفرن دلوقتي بقاله يعني بتاع ربع ساعه او اكتر، ومشغله المروحه بتاعه الفرن عشان يبقى اللون موحد كده وذهبي وحلو. هنخبزوه كده واوريهولكم مع بعض. طبعا درجه الحراره متوسطه علشان ما يتحرقش منك. وده كده صاج تاني بالشوكولات، هندخله بقى الفرن. هنغيره بقى شكل البلبله شويه، وهنعمله شكل منها كده صابليه. لان انتوا عارفين عجينه الصابليه والبيتيفور هي واحد يعني. طبعا هي جمدت مننا شويه كده عشان النهارده الدنيا قلبه شتا وسقعه وكلام من ده، فجمدت شويه. هنجيبه كده قطاعه زي دي كده. اي غطا نجيب عندك بتاخديه تغسليه لو ما عندكيش قطاعه، وتروحي عاملاها كده بالشكل ده اهي. حطيها كده في الصينيه. هنعمله واحده زيها بالظبط، بس هنخرموها من النص كده علشان نحطها فوق يعني تبقى واحده مفتوحه وواحده سليمه كده اهي كده اهي. زي ما هي كده هتجيبي برضو قطعه صغنونه كده، اي غطا اي حاجه بتغسليه كويس وبتستخدميه اهي بقى بالشكل ده كده اهي. وبترصيها بقى في الصينيه بتاعتك. لما الغطا بتاعك كده يتملى عجين وهو مقفول من هنا مش مفتوح، بتجيبي واحدة ستيكس كده زي دي او خلة، وبتعمليها كده وتنزليها كده هنا. خلاص بس كده. اهم حاجة تبقى حاجتك مغسولة ونضيفة. خلصت الصينية بتاعتي بقت بالشكل كده اهو. انتي طبعا بتعملي صف كده مقفولة زي ما انتي شايفاها كده. وبتعديها يعني دول طلعوا 6 مثلا، تعملي قدهم
6 مفتوحين، عشان يبقى كل واحدة عليها واحدة واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة، يطلع العدد عندك مظبوط. هنخبزوها بقى. هنعمله بقى كده قلب. انا عندي مكنة بشفور بصراحة، بس يعني انا بحب القطعات دي. بصوا تبقى بالشكل ده قلب جميل اهو. الصينية طلعت من الفرن اهي، سيبناها لما بردت طبعا وهي سخنة. ما تطلعيش منها اي حاجة وهي سخنة عشان ما تفرفتش منك وتتكسر. هي اهي كده، هي بردت. حتى انا ماسكاها بايدي اهو. بصوا التسوية بتاعتها واللون بتاعها جميل ازاي. التسوية بتاعتها حلوة قوي. بصوا الارضية بتاعتها جميلة اهي، وناعم جدا وجميل اهو. بصوا جميل وناعم ازاي. انا بصراحه مش هين عليا ان انا يعني اكسرها، بس يلا هكسرها عشان خاطركم. بصوا بصوا ناعم جدا. ولسه كمان ده هو لسه طالع من الفرن. لما يقعد بقى كمان تاني يوم بيحن كده ويطرى خالص ويبقى شبه الغريبه بالظبط اهو. طبعا دي مربة مشمش. لازم تجيبيها، ما تجيبيش مربة المشمش اللي هي فيها كتل، عشان هتضطري تضربيها في شفشق الخلاط وتنعميه على دي بتبقى كده كريمي. مربة مشمش كريمي. هنبتدي نحشي بيها بقى البيتي فور. انا لزقته كده بالمربى اهو زي ما انتوا شايفين. وهنسيح بقى الشوكولاته وهنزينه مع بعض. انا هنا سيحت الشوكولاته دي. طبعا مش هنحطها على تورته عشان نحط عليها لبن ولا سمنه ولا الكلام ده ولا زبده ولا الكلام ده، لا. انا حطيت لها بس نقطتين زيت نباتي كده وسيحتها. هنجيبه بقى القلب اللي زي ده كده اللي احنا عملناه وكده اهو، ويبقى بالشكل ده كده. دي كده صينيه انا جبتها او صاج، وحطيت له كيس نايلون كده نضيف. وهنحط بقى هنا طبعا علشان يشد كده، وممكن نحطه في التلاجة، بس هي الدنيا ساقعة يعني هو هينشف لوحده. ودي المربعة دي كده برضو حلوة، شكلها حلو. ومثلا لو دي كده مش هتبقى بقى كلها، هتبقى من الطرف ده كده اهو. اهو بالشكل ده كده. وانا سيحت برضو شوكولاتة بيضة وعملتها كده شرايح كده خفيفة. كان عندي الملبس ده، دي عجينة سكر وانا عاملاه كنت ملبسات بس ما كانش كتير بصراحة، ومش فاضية اعمل غيره يعني. فكان عندي كيس اللي هو شوكوبون ده، فروحت جاية عاملة كده يعني شكليات كده يعني. هو ادي الجزء ده كده عملته بالشوكولاتة البيضة، ورتوش خفيفة كده بالشوكولاتة البني. وده كده كان فيه شوية فستق كده مجروشين فاضلين من ايام الكنافة والكلام ده. حطيتهم برضو هنا. هنرصوهم بقى في علبة بعد هما كده خلاص نشفوا. انا هنا كده جمعته في العلبة دي، يعني بوكس حلو كده محترم. وهغطيه بقى كده وهشيله لحد ما ان شاء الله هنعمله بقيت بقى الحاجة. انا ابتديت الاول بالبيتيفور عشان بياخد بقى بصراحة ربنا يعني دربكة كتير ودوشة. وقلت اخلص منه يعني. وبعدين هندخل بقى على البسكوت وعلى الغريبة وعلى الكحك ان شاء الله. كده انا خلصت. يا ريت تشوفوا الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا. واللي اول مره هتشتغل في الحاجات دي والله العظيم هيطلع منها نتيجه في منتهى الجمال، وكانها بتعمل حاجات زي كده من زمان يعني. وهتبقى شطوره كده وجميله. اسيبكم بقى في رعايه الله. ويا ريت كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه لو اول مره بتشوفوني. وما تنسوش اللايك، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. مع السلامه.